فانا قلت خلاص ان انا مش هشوط ضربه الجزاء، وكنت صريح مع نفسي وبقولها انا واحد من الناس في 2006 نفس اللي عمله محمد صلاح ووقع على الارض انا عملته، نفس الحركه اللي عملها محمد صلاح انا عملتها. انا بقولها اهو، بعترف على هو ان انا عملت نفس الموقف ده، بس انا عملت الموقف ده في ضربات جزاء، في مباراه نهائيه، في بطوله على ارضي، بطوله في جماهير ومصر كلها واقفه نفسها تفرح ونفسها تبقى مبسوطه بالمنتخب وترفع البطوله معانا. محمد صلاح الاصابه بتاعته غريبه بصراحه. هل محمد صلاح مثلا خلاص مش عاجبه منتخب مصر؟ شايف ان هو اعلى، وده اللي انا اتكلمت فيه. ايه المشكله لما صلاح يعني شايف نفسه ان هو ممكن مش بيقدم مع منتخب مصر، او مش شايف نفسه ان هو مع منتخب مصر، ان هو شايف ان الطموح بتاعه هو مركز مع ليفربول وعايز يعمل احصائيه لنفسه وعايز يعمل انجاز لنفسه، بس ده انجاز لمحمد صلاح. يعني هل صلاح مثلا كان مصاب؟ ما دي تبقى مشكله. هل مستر فيتوريا مثلا لعبه وهو مصاب؟ هل الجهاز الطبي، انا عايز اسال سؤال، هل محمد صلاح اشتكى قبل المباراه؟ ايه ده؟ انت اتجننت؟ انت بتنتقد محمد صلاح؟ هل ستتركونه يسب آلهتكم ويعصي عليكم عبيدكم؟ إذا فلنقتله، نغير عليه، نأخذ من كل رجل قبيلة. حب على راسك يا عم فيتوريا نظرة للدفاع، حب على راسك. ولما بتكلم على الدفاع ما بتكلمش بس على حراسة المرمى وخط الدفاع، لا بتكلم كمان على الواجب الدفاعي في خط الوسط، اللوكشة دي. لأنك لما تشوف التحليق اللي حصل في الجول الأولاني، ولما تشوف بعيد عن خطأ الشناوي وعبد المنعم اللي واضح وجلي ومش محتاج مناقشة في الجون الثاني، بس لما تيجي تشوف قبل ما الكرة تتشاط الراجل مراجيح، الراجل بيلعب في فضان قلقاس، ما فيش حد بيضغط عليه والدنيا ماشية في الصلنسي تماما، وده ما ينفعش في ماتش في كأس أفريقيا قدام غانا. فنظرة للدفاع، حجازي عالمي قائد ولاعيب جامد جدا، بس باين ان حجازي جاي من اصابه ربنا يكون في عونه، وهو عشان طويل زي حالاتي، احنا طوال يعني 192 سم، فالناس الطويله دي اصلا بتبقى عندك مشكله في الفلكسبيليتي وفي المرونه، ما بالك بقى مع اصابه تقيله زي الصليبي، رجعت وانت مش جاهز. يا رجالتنا احنا كلنا في ظهركم، بس مهم برضو نبقى بنتكلم في الفنيات اللي باينه للناس كلها. يا باشا ولا فنيات ولا وجع قلب، احنا مش بنشجع منتخب البرازيل ولا زمان يا سلاحي ورجوله وقلب وشخصيه واللي نلمعهم مرجعوا واحنا ونصرنا بقى. قال لك فنيات انت بتشجع منتخب الاورجواي. انا اسف، كنت متفق مع الجهاز الفني قبل المباراه. هل محمد صلاح مره واحده خد قرار ان هو يطلع؟ هل محمد صلاح هو اللي بيعمل التشكيل؟ هل محمد صلاح هو اللي بياخد القرار ان هو اللي يغير مين ينزل؟ اصل مره واحده لقينا اشاره الكابتن اتشالت تيك، قام مديها مش متذكر مين ده، لاحمد حجازي. طب فين الجهاز الطبي؟ فين الراي الجهاز الطبي في الموضوع ده؟ هل صلاح خلاص شايف ان هو مش ماشيه معاه مع منتخب مصر؟ لان فعلا بعد يعني ده مش ممكن، يعني ده مش طبيعه محمد صلاح بصراحه. يعني موضوع صعب. يعني هل محمد صلاح تخلى عن منتخب مصر؟ هل محمد صلاح شايف ان الكره مش ماشيه معاه؟ يعني انا مش عارف بصراحه يا جماعه. محمد صلاح المفروض ان هو بروفيشنال اكتر من كده، يعني لعيب محترف، لعيب عنده الامكانيات. ودايما بنتكلم محمد صلاح يا جماعه معدينا، عشان الناس برضو ما تفتكرش الحمد لله ولا تصفيه حسابات مع حد. وانا عارف ان صلاح ممكن يعمله انفولو وممكن يعمل لي بلوك وممكن يزعل، بس اللي يزعل. انا بقول الحق، وانا عارف ان الكلام ده هيزعل وهيبقى عليا هجوم كتير جدا عادي، وبنفضه اللي هو ايه الهجوم اللي عليك، اعمله كده مش هيبقى عليك هجوم. اللي مش طبيعي ومش منطقي ان انت تدخل في نوايا بني ادم ما بيلعبش في بير السلم تحت بيتهم. يعني محمد صلاح اصابته دي، يعني يا جماعه نفكر بمنطق، انتوا متخيلين ان محمد صلاح لما يطلع باصابه وماسك رجله هو مش فاهم ان مش بس مصر، الدنيا هتتقلب؟ يعني انتوا يعني اكيد احنا كلنا فاهمانين وبنفكر، يعني هو فاهم كويس جدا ان ده هينزل نيوزلترز وهيبقوا عايزين يعرفوا في ليفربول وفي اوروبا والصحافه الانجليزيه والمصريه والافريقيه اصابه محمد صلاح ومده الغياب، وهيتعمل اشاعه وفي مسؤولين وفي جهاز طبي وفي يعني لو يا راجل ده واحد في المليون جاله الفكره كده عدت من على دماغه، واحد بذكاء محمد صلاح وكاريره ده كله، مش من الغباء حتى، سيبك لو هو راجل زي الزفت، ما هوش بالغباء انه يعمل حاجه زي دي. هتتكشف في منت، يعني في 3 ثواني الا ربع هتكون مكشوفه ان هو الراجل ده ادعى الاصابه، هو مش مصاب، لانه مش واحد
اصابته هتتدرى في كشك. ده واحد انت هيخرج هيبقوا الناس الجهاز الطبي في ليفربول عايزين يعرفوا اللي يبعت لهم التقرير الطبي واشاعه عامله ازاي. يا بنت بتهزر، التقرير الطبي ايه اللي هنبعته؟ احنا هنبعت لهم صلاح نفسه ومعاه النني عشان يسنده وهو رايح، ما يروحش لوحده. ده احتلال انجليزي يا جدع، محمد صلاح والنني ده لو ماسكين انا الصور عريانه مش يتكلوا على الله. يا عم احنا احسن من غيرهم. لازم بقى يغير زيزو ينزل، وبعدين بيغير لي النني امتى وتنزل تريزيجيه. ما تريزيجيه اللي خلاك اتعدلت. انا ما اعرفش انت دماغك فيها ايه، رمل يعني. الدماغ دي ما بتفكرش. انت مش شايف فرقه واقعه؟ ده فرقه ما بيلعبوش. ده اللي جاب فينا الجونين واحد ما بيلعبش، اسمه محمد قدوس. محمد قدوس ده على فكره الحاج محمد قدوس ده صاحبي جدا، بس والله العظيم صاحبي بجد، بس مش ده اللي هنا في مصر، واخد بالك؟ بس اقسم بالله هو اللي بيلعبنا لوحده. والجون الاولاني والجون الثاني ايه ده يا جدعان؟ في ايه؟ احنا وصلنا للمرحله دي وطبعا كله هيطلع بقى يقول لك ايه، بص الفرقه عملت بعد ما صلاح، كله فاق بعد ما صلاح. لا، احنا اصلا صلاح برغم ان هو متراقب ومصاب، واخد بالك، واقف، كان موقف فرقه غانا كلها. اول ما خرج جيب جون فينا. خلي بالك الفرقه دي لو عندها جرأه او فرقه كوره بجد تكسبك بعد ما صلاح خرج. عشان بس الناس اللي هتزيط وهتقول لك صلاح اول ما خرج احنا اتظبطنا. طب تعالوا ورونا الماتش اللي جاي، خلاص احنا عدينا. ورونا بقى الادوار الاقصائيه اللي هي بقى يعني هتشمشم على ريحه صلاح. انت ماسك مصر كلها فشخها وجاي على محمد صلاح تبقى امينه رزق وغلبان وهنشم. بقى له 14 سنه موجود مع المنتخب ما خدناش حاجه. لا مش هنشمشم، نخسر ونبقى رجاله وبنقاتل في الملعب واحنا ونصيبنا مش عايزينه يا عم. لانه البعض دلوقتي بدا يقول لك المنتخب لما صلاح خرج المنتخب تحرر. يا جماعه صلاح نجم عالمي كبير والحفاظ عليه مهم جدا جدا جدا، وانا ضد الحمله السخيفه اللي على محمد صلاح. ووجوده في الملعب مهم جدا جدا جدا، وما تقعدش تعمل لي مقارنات ما بين قدوسي وما بين محمد صلاح. ظروف المباراه بتتغير. ما بحبش كلمه لو كان موجود في شوط تاني، لو كان ما بحبش كلمه لو. لكن المؤكد انه صلاح وجوده في المنتخب مهم جدا، وانه خروجه هو خساره كبيره لمنتخبنا الوطني. مصطفى فتحي حاول قدر جهده، لكنه المباراه كانت يمكن اقوى شويه، كانت اسرع شويه، كانت اصعب شويه. الفرقه كلها تستحق التحيه لكنه اخص بالتحيه مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، امام عاشور. دول اخصهم بالتحيه بصراحه يعني. امام عاشور الشوط الثاني ده امام عاشور اللي انا عارفه، روح واستبسال وقتال وميت على كل كوره ويقطع من على ال18، وحظه وحش جدا في الكره الاخيره. لو حطها بالقوه المعتاده كانت ممكن تبقى هدف تاني. امام عاشور الحراق اكتر حد قطع الكوره 10 مرات في المباراه، لكن سيظل يبكون الى يوم يبعثون لترك امام عاشور. انت يا زميلي طلعك ما تنقل الفيديو والكلمتين الحلوين اللي بقولهم دول، وتاكد انك مش شايف قناه بالجرس تبقى للكل والشير على في كل مكان. ادينا اللايك يا زميلي. اشتكى. هل محمد صلاح قال للجهاز الفني وللجهاز الطبي ان هو عنده اجهاد؟ اصل اتصاب من ايه؟ معلش يعني، ولا في سبرنتات ولا في مشوار مثلا ضربه ولا شوطه مثلا. هي الكوره بعد الكورتين دول صلاح قام واقع. في حاجه ثانيه يا جماعه بتتقال دايما لما بقع بينزل لي الجهاز الطبي بيكشف عليا. بخلاف كده كمان ان بيبقى في اختبار جوه الملعب بيختبره الدكتور. بقى هو ده الدكتور، ما لو الجهاز الطبي ده موجود ليه اصلا؟ ما هو في اختبار طبي والدكتور هو اللي يقرر. يعني الدكتور هو اللي يقرر ان اللعيب يطلع ولا ما يطلعش. احنا مره واحده صلاح قاعد على الارض قام قالع، اول ما قام الدكتور جاله قال له لا مش مكمل. حتى الدكتور ما عملش كشف طبي عليه، يعني ما عملش تشيك عليه زي ما بيتقال، زي ما بنشوف كده على مدار تاريخنا والتاريخ وحتى الدوريات الاوروبيه. بينزل الجهاز الطبي بيعمل تشيك على العضله، بيعمل تشيك على مطرح الاصابه، وفي الاخر بعد كده ما هو مع الدكتور بيقرر. هما الاثنين بيقرروا مش انا اللي بقرر. يعني انا في 2006 انا اللي قررت، عشان دايما الناس تقعد تكلمني عن النقطه دي. انا في 2006 اللي قررت، بس انا كنت متفق مع الجهاز الطبي. يا عم يا ريته اتفق انه يخرج مصاب. ده احنا كان على صدرنا بلغم ونزل بعد ما خرج الفرقه ولعت. اللعيبه حست بالمسؤوليه كمان بعد خروج صلاح. يعني لما بتبقى في مسؤوليه موزعه، في مسؤوليه كبيره قوي 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 على صلاح. يعني لو صلاح خد، هنقول ان صلاح بياخد 40% من المسؤوليه لوحده في منتخب مصر، وال60% موزعه
لما خرج صلاح ال 40% دول كمان زادوا على لعيبه المنتخب، وبالتالي التحرر اللي حصل، الضغط اللي حصل خلال الشوط الثاني، تحرر مرموش. وشفت مرموش اللي انت معتاد عليه، مرموش اللي هو اول ما حط رجله مع كيروش في الفترات اللي فاتت نزل شاط له شوطين في ليبيا وحط له جون مش عارف هنا، النهارده جاب له جون، النهارده شوطين ثلاثه بعد ما حتى احرز الهدف، ضغط تريزيجيه، الاخطاء امام والتحرر اللي حصل. كل واحد بقى عايز يقول كلمته في الملعب ان احنا نقدر نكون مسؤولين، نقدر نغير نتيجه، نقدر ندير مباراه، وبالفعل ده اللي حصل. لكن الاداء اللي لعبت بيه الفرقه الشوط الثاني، انا بقول لك ان بنفس الاداء دوت بنفس المجموعه اللي شاركت او اللي نهت المباراه يقدروا الكاب فيردي يقدروا يكسبوها، ونقدر نوصل للدور الثاني بشكل مستمر. كابتن حماده يا عم كاب فيردي منتخب الشاركس نخش له بخطه بيبي الشارك الدور ونكسبه ان شاء الله ونعدي. غريب جدا، يعني غريبه تطلع من محمد صلاح، يعني ممكن تطلع من ابراهيم سعيد، تطلع مني انا في اوضح من كده، تطلع مني انا شايف نفسي ان انا مش هقدر اشوط ضربات جزاء، خلاص انا عارف نفسي، عارف مقدره نفسي، بس الكلام ده ما يطلعش من محمد صلاح. هل اللود اللي على محمد صلاح، هل الهجوم اللي على محمد صلاح خلاه خلاص بقى مقرف مننا، بقى مش طايق مننا ان احنا ننقذه؟ مفيش لاعب فوق النقد. اللعيبه غريبه كمان، اللعيبه اتحولت بعد ما صلاح خرج من الملعب، اللعيبه اتحولت، كله بقى يموت نفسه، كله بقى يقاتل بقى، ما شاء الله. مرموش هايل، مصطفى محمد، تريزيجيه لما نزل، مصطفى فتحي لما نزل. انا عايز افهم الروح دي ما كانتش موجوده ليه؟ هل محمد صلاح هو السبب؟ هل محمد صلاح وصل لمرحله اللعيبه مش عايزه صلاح؟ هل اللعيبه شايفه ان صلاح وحش فهو شايف ان هو خلاص، ان هو انا كلاعب مهما اجتهدت ومهما بقيت كويس في التمرين ومهما بقيت مميز في المباريات، هل ان انا ممكن ما العبش؟ هل وصلت المرحله دي؟ لان حاله الغل اللي موجوده من اللعيبه بعد خروج صلاح، اللعيبه فاقت، اللعيبه انطلقت. يا عم خلاص يا عم، روح بقى لملك اليزابيث والارواح كلها مقدسه مش ناقصه وجع قلب. لو تابعت الفيديو ولا الفيديو لغايه هنا فانت برنس البرنيس المستفرته بستثنسه. انت تاكد مدينه لايك ما تيجي الفيديو مش في قناه مجرس فعل كل الشر على كل مكان، استنونا نهنا فيديوهات كتير نار بنار. سلام.